ملعوبة من عبد الله هزازي، تعود للحسن اليامي اللي بيحاول وجود خطأ للاتحاد، خطأ على وتتلعب كرة سريعة وهدف رابع الحسن اليامي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الثاني. اتلعبت الكرة بذكاء وبسرعة، يعني كنت أبحث عن اسم اللاعب اللي نفذ هذا الخطأ أو اللي احتسب عليه هذا الخطأ، كان أيمن عطية من فريق نادي الأنصار، ونفذت الكرة سريعة أيضا بسرعة خالد الشمراني وبسرعة مرزوق العتيبي. العرضية من مرزوق كانت، والحسن اليامي يضعها في المرمى على يسار مصطفى ملايكة، والهدف الرابع لصالح فريق نادي الاتحاد. هدف يعني متوقع أن يسجل أستاذ أحمد، نتيجة أيضا لسرعة التنفيذ في هذه الكرة. وهذا الكلام اللي كنا بنقوله، الاتحاد يملك كل المقومات انه يفوز، انه يسجل.